يوم النجاح اليوم يبدو مشرقا، والكل بالجهد العظيم تألقا. فرح يجلل كل وجه، إنه يوم الحصاد فكل غصن أورقا. يوم النجاح اليوم يبدو مشرقا، والكل بالجهد العظيم تألقا. يوم النجاح اليوم يبدو مشرقا، والكل بالجهد العظيم تألقا. فرح يجلل كل وجه، إنه يوم الحصاد فكل غصن أورقا. للناجحين قلوبنا خفاقة، تدعو لهم بالدرب يغدو شيقا. وفقهم يا رب بارك الأنور. أما بعد، سلام الله عليكم، وأهلا وسهلا أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيف، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا. مرحبا بالضيوف الكرام، مرحبا بأشخاص عظام. شرفتمونا اليوم بزيارتكم لنا وبحضوركم هذا الحفل لتكريم تلاميذ القسم التحضيري لسنة 2010-2009 الحاصلين على شهادة البكالوريا. إن الحضارات تبنى بسواعد بنيها، ونحن هنا في روضة أجيال الوفاء، ومنذ تأسيسها كان هدفها ولا يزال بناء جيل متخلق ومتفوق يسعى للإبحار في بحور العلم والمعرفة، ليساهم في رفع راية الوطن ويعمل على النهوض بمجتمعه. اليوم يوم الحصاد، يوم الفرح بالاشتهال، يوم النجاح، فأنعم به من يوم وأعظم بها من فرحة وبهجة. نبارك لكم أعزائنا التلاميذ نجاحكم الباهر في شهادة البكالوريا، ونبارك لأولياءكم الأفاضل انتقالكم من مرحلة دراسية إلى أخرى جامعية، سائلين المولى عز وجل لكم دوام التوفيق لتحقيق أحلامكم وطموحاتكم. ونذكركم قول ابن باديس: يا نشأ أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب. خذ الحياة سلاحها، وخذ الخطوب ولا تهب. فبورك السعي سعيكم، وأفلح العزم عزمكم، وأثمر الجد جدكم. فهنيئا لكم ولنا ما تحقق من فوز وظفر، وما تحقق من نتائج مشرفة. نفتتح حفلنا بآيات بينات يتلوها علينا الطالب الخلوق محمد ياسين مهوارد، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان. تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله. الحمد لله الذي به تتم الصالحات، ونشكر وبشكره تدوم النعم، وما التوفيق إلا من عند الله جل وعلا، ولكل مجتهد نصيب. والحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين. أنا جد سعيدة بهذا الجمع المبارك. هنيئا لكم يا أبناءنا بهذا النجاح، هنيئا لكم أيها الأولياء الكرام. تمنياتنا لكم بدوام النجاح والتوفيق، وبارك الله فيكم. كل الدكتور مهوات عبد القادر، فخر حينا وقدوة لأبنائنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني الآباء، أبنائي الأعزاء، أمهات الكريمات المشرفون على هذه الروضة المباركة العتيقة التي أصبح عمرها يحسب الآن بالعقود من الزمن، نسأل الله عز وجل بالروضة مزيد توفيق. إذا أردت أن أعبر على ما في نفسي باعتباري وليا لأحد أبناء هذه الروضة الذين ترعرعوا فيها منذ نعومة أظفارهم إلى أن وصلوا إلى بداية الحصاد، فنيل شهادة البكالوريا بالنسبة لأبنائنا هو بداية الحصاد، لأن المأمول منهم والمنتظر أكثر فيما هو آت من دراسات جامعية. نسأل الله أن نراهم جميعا ذكورا وإناثا في أعلى الرتب العلمية والعملية. فأنا سعيد جدا بهذه الدعوة،
وبفكرة هذا اللقاء، وأعتبره على حسب معرفتي بالمدارس وتاريخها أعتبر هذا اللقاء نوعيا. أنا ما علمت مثله سابقا، يعني روضة تتذكر أبنائها ممن مروا على مقاعدها ذات يوم وتكرمهم عندما يصلون إلى درجة البكالوريا. فهذه فكرة نوعية ومشروع طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأل الله لكم مزيد التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة للمربي الفاضل وصانع الأجيال المعلم عز الدين طليبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا الكريم. أما بعد، أشكر في البداية مؤطري هذه المدرسة، وكما قال الشيخ الدكتور أبو خالد، يعني من الحالات النادرة أن تكرم مدرسة أبنائها بعد سنوات، وأعتبرها يعني نشكر مؤطري هذه المدرسة ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسداد والنجاح إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. الرحمن الرحيم. أولا لم يترك لي السادة الكرام الدكتور والأستاذ ما أقول إلا أنني أقول يقول الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذه الروضة أنشئت للعلم من المهد إلى اللحد، العلم ليس له حد. ونشكر هذه الروضة أن تذكرت أبنائها صغارا تذكرتهم كبارا، هذا شيء عظيم ويحسب لها. وكما قال الأخ الدكتور لم نرى قبل هذا شيء مثل هذا، فنشكرها ونشكر مؤطريها والقائمين عليها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بالصحة وأن يقوموا على هذه الروضة إلى أن يخرجوا لنا فريدات أكبادنا في إطارات يقومون على هذه الأمة وهذا المجتمع، وعلى إعزازه والرقي به إلى مصاف الأمم والمجتمعات الراقية. نشكرهم ونبارك لهم، ونبارك أيضا لأبنائنا الأعزاء على هذه النقاط التي تحصلوا عليها، ونبارك لهم تحصلهم على شهادة البكالوريا، والتي هي كما قال الشيخ بداية الحصاد. نذكر أبنائنا أن هذه شهادة البكالوريا ليست النهاية، بل هي البداية، ومنها سينطلق الطلبة إلى مشواره. الله فيكم جميعا، شكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستحق هذا التكريم جزايا منه، فليتفضل مشكورا. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حالاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروفه وعدى كل شيء، عدى كل شيء. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حالاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروفه وعدى كل شيء، عدى كل شيء. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت صدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. معدني بظروفي الصعبة يبان، جوهري في داخلي له نبض حي، قصتي بافعالي يكتبها الزمان، كان يا ما كان بصرار قوي، بصرار قوي. معدني بظروفي الصعبة يبان، جوهري في داخلي له نبض حي، قصتي بافعالي يكتبها الزمان، كان يا ما كان بصرار قوي، بصرار قوي. من نويتك وانت في بالي هدف،
والسعي لك عمره ما يوم وقف. في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. لويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف. في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. 23 مهما تكوني بنزرع ايام جمل ونحصد سنين، بنرسم البسمة وطن كل وقت وكل حين. خريجنا اكبر مثل خطط وحاول ووصل، بكل فخر بينذكر 23 مهما تكوني نحصد سنين. خريجنا يا فرحته انجاز ينور سيرته، وبالاخص دفعته